تعالوا نحسب كم سعرة حرارية لهذه الوجبة. أول شي تعالوا نحسب هذا الصحن اللي يتكون من السبيناغ. هذا الطبق يحتوي على 300 غرام سبيناغ 80 سعرة حرارية، وملعقة زيت 85 سعرة حرارية، ومعجون 30 غرام 25 سعرة حرارية. يعني المجموع الكلي لهذا الطبق اللي تشوفوا كله 187 سعرة حرارية. كاسة البصل تحتوي على 105 غرام بصل، تعادل 35 سعرة حرارية. رشيت عليها شوية نعناع وشوية سماق، ماء الهند سعرة حرارية لأنه رشة خفيفة. هذا بالنسبة لهاي الخلطة، البصل والنعناع والسماق شوية تخليك تشعر بالشبع أو شوية تسد نفسك، فهذه وهم لها فائدة صحية لجسمك. أما هذا خبز الشعير، فالقطعة الوحدة أو القرصة الوحدة أو المستطيلة الوحدة تحتوي على 86 سعرة حرارية. خبز شعير صحي وخفيف على المعدة، وصدق أني دا أشوف فرق من السما للقاع عن هذا الخبز. وإذا تريدون أحكي لكم عنه حتى أنزل لكم فيديو خاص عن أنواع هذا الخبز وأسعاره ووين تلقوه، لأنه فعلا جدا صحي وخفيف على المعدة. المجموع الكلي لهذه الوجبة أو هذه الصينية 400 سعرة حرارية فقط. لا تنسون تتابعوني، لأنه كل يوم راح أنزل مثل هيك فيديو بأكلات مختلفة وسعرات مختلفة. أنا متشوقة لحتى أشوف تعليقاتكم وأشوف آراءكم. كلش حابة أشوف رأيكم وآراءكم، وأحبكم هواية، وحبيت أشارك تجربتي وياكم حتى ما أشعر بالوحدة، ما أشعر أن أنا وحدي دا أنسلق جوع حتى ما أشعر أن أنا وحدي دا أتعذب، فريتكم تتعذبون وياي حبايبي. أريد تعليقاتكم وتشجيعاتكم. أوكي يلا حبايبي، أنتظر تعليقاتكم. باي باي. تابعتي على قناتي الثانية، القناة التعليمية، توجد بها محاضرات إنجليزي للخامس ابتدائي، وعن قريب إن شاء الله بس يستلمون النتائج راح أنزل للسادس ابتدائي، وإن شاء الله بعدها راح ننزل لكل المراحل. فأتشرف بيكم بقناتي. تقريبا هنا احنا منزلين كل الكتاب، شرح وترجمة وحل، وإضافة إلى نماذج أسئلة، وإن شاء الله راح ننزل للسادس ابتدائي بس بطريقة متطورة أكثر، بدقة أكثر، معلومات توصل عقل الطالب بسهولة. نور جواد اسم القناة مثل ما تشوفون الصورة، وأتشرف بكم، وإن شاء الله يا رب النجاح والموفقية للجميع.